ازيكم؟ يا رب تكونوا زي الفل. اولا انا عارفه ان الاسبوع اللي فات ما نزلتش اي فيديو، لا اتنين ولا خميس، فبعتذر. ثانيا الفيديو بتاع النهارده انا هتكلم فيه عن اكتر حاجه تقريبا بتسأل عنها، وهي الليف ان. ايه هو اصلا الليف ان دوت، او ايه انواعه، او انا المفروض استخدم ايه؟ ففي تساؤلات كتيره حول الموضوع دوت، فخليني اقول لكم في الفيديو دوت ايه فايده الليف ان، تجيبوه ايه، تستخدموا ايه، انواعه، وكل حاجة عن الليف ان، او زي ما بيقولوا الدهان اللي بنحطه بعد الشاور بعد ما بنغسل شعرنا. يلا بينا. اول حاجة لازم نعرفها هو يعني ايه اصلا ليف ان. الليف ان هو الحاجة اللي بنحطها بعد ما بناخد شاور وبنغسل شعرنا، نحط حمام كريم ونحطها على شعرنا عشان تعمل حاجتين من اهم الحاجات اللي هتفيدنا ان شعرنا يبقى ستيبل وما يتضرش. اول حاجه هي انها بتساعد على تسليك الشعر، لان بعد الشاور وبعد شطف الشعر من الشامبو وحمام الكريم بيبقى الى حد ما متشابك، وبجد بيبقى اللي هو لو سرحناه بيتقطع بسرعه وبيقع في الفرشه او في المشط بتاعنا كتير. فاحنا علشان نحافظ على ان احنا شعرنا ما يتقطعش وما يتقصفش عن طريق المشط دوت، بنحط ليف ان. والليف ان ده بيساعد الشعر على انه يبقى سهل التسليك اكتر. تاني حاجه بيعملها الليف ان هو انه كانه بجد بيمسك الشعرايه يغلفها وبيحوط عليها كده ضد عوامل البيئه، اذا كانت رطوبه، شمس، يو في اي، اشعه ضاره، حتى لو كانت شويه مطر او شويه اي حاجه، ما يهش بسرعه ويفضل على قد ما يقدر ان هو يبقى ستيبل، وخصوصا في درجات الحر الغريبه اللي احنا عايشين فيها الفتره دي. فاذا هل الليف ان مهم؟ طبعا مهم جدا. طريقه استخدام الليف ان زي ما قلت لكم بيبقى بعد الشاور، وبعد ما بنخلص كل الستبس بتاعه الشاور بنبدا نحطه علشان نسرح، فبالتالي بنحطه على الشعرايه مش على الجذور. احنا من اول ما بنطلع كده من الروتس بتاعتنا بنبدا نمسك الشعرايه من طول الشعرايه نفسها، بنبدا نحط عليه الليف ان بتاعنا دوت ونوزعه كويس ونابلاي كويس قوي عشان نبدا نسلك بالراحه، فيبقى سهل معانا في التسليك. باكد عليكم تاني انه مش بيجي ناحيه الروتس خالص، وان هو مش مسؤول لا عن تطويل ولا عن تكثيف. الوحيد المسؤول عن الموضوع ده هو حمام الزيت. تعالوا بقى اقول لكم على كل انواع الليف ان اللي موجوده، وايه الانواع اللي انا استخدمتها، وكل واحد ايه ميزته وايه عيبه. اول حاجه انواع الليف ان بتبقى 4 انواع. في الكريمز، والكريمز دي بتنشق الى نوعين. النوع الاولاني بيبقى النوع اللي هو الكريمي اللي لونه ابيض، والنوع التاني هو الكريم اللي بيبقى فيه زي نسبه فازلين او حاجه بتمسك الشعر قوي وبتدي جلو او لمعه الزيت قوي. تاني حاجه هي الاويل ريبليسمنت او اللي بنسميه اللي هو بديل الزيت، وده انواعه كتيره جدا. تقريبا مفيش شركه مش منزله اويل ريبليسمنت او بديل زيت، وفي كمان شركات منزله مور ذان وان، يعني منزله اكتر من اديشن ومنزله اكتر من نوع. فده تاني نوع. تالت نوع وهو السيرم، والسيرم هو حاجه زي اويل خفيف في نفس الوقت بيبقى بيليق على بعض انواع الشعور. اخر حاجه ودي اكتر حاجه دايما بكلمكم عنها، ودي اكتر حاجه بتليق على شعري، وهي الاويلز بكل انواعها طالما سرعه الامتصاص، وخصوصا الخفيفه قوي او اللي بتميل انها تبقى شبه الميه زي اويلز كتير انا كلمتكم عنها قبل كده. فكده دول ال4 انواع بتوع الليف ان. كل واحد فينا بيختار اللي بيليق له، وبنختار بناء على ايه؟ بنختار على حسب احنا عاوزين ايه لشعرنا وعن طريق التجربه. ما اقدرش اقول لكم ان مثلا الليف ان الاويل ده هيليق معاكم، لان انا مثلا شعري فتره كده وهو فعلا بيليق عليه الاويل، الفتره اللي بعدها حسيت ان الاويل ريبليسمنت اللي هي بديل الزيت بيليق عليه جدا، بعد كده حسيت لان الكريمات برده بتليق. فانا كل فتره بمر بحاجه مختلفه او بحس ان نوع شعري بيتغير بتليق عليه حاجات مختلفه. ده اللي انا قصدي عليه ليكم. انتوا ممكن تجيبوا اي حاجه من اي حته، يعني عندكم ال4 انواع تجربوا، واكتر حاجه تبقوا ستيبل عليها تقدروا تستمروا في استخدامها. عشان كده دايما بقول لكم ان انتوا تقدروا تجيبوا الحاجات اللي هي الرخيصه مثلا، والحاجات الرخيصه ديت تقدروا ان انتوا تجربوا فيها وتشوفوا مثلا الكريم دوت حلو، قوام الكريم نفسه كقوام هل تمام. لو تمام تقدروا بقى تجيبوا نفس الحاجه بس الفئه العاليه اللي هو نضيف، يكون فيه مواد فعاله اكتر، او ان هو مثلا ما يكونش فيه مواد ضاره اكتر، وهكذا. اللي انا اقدر اقوله لكم ان انتوا بجد مش هتقدروا تقولوا ده بيليق عليا او ده لا. انتوا ممكن تستخدموا حاجه وتبقى بتليق عليكم وفجاه ترانسفير لحاجه تانية، او تروحوا لحاجه تانية وحاجه تانية دي تلاقيها ان برضو بتليق عليكم جدا. فهل هي قاعده وكل واحد ليه حاجته؟ اطلاقا. انتوا جربوا لغايه ما توصلوا ايه اكتر حاجه بتليق على شعركم. انا مثلا في الفتره الاخيره بدات ادرك ان انا شعري بقى بيحب جدا وبيبقى فلافي كده ومتنعنش زي ما بيقولوا لما بحط عليه كميه من بديل الزيت او الكريم، وفي الاخر بحط نقطه او نقطتين من الاويل اللي انا كنت بستخدمه. الاويل لوحده كان بيخليه مزيت شويه، وده كان بيبان جدا في التصوير، او بديل الزيت او الكريم لوحده بيخليه لونه مطفي كده ولونه مش واضح، فانا ببقى محتاجه الاويل.
ده اللي خلاني ان انا اتكلم معاكم ضروري يا جماعه. لا والله الموضوع مختلف، وموضوع محتاج فعلا تركيز، محتاج تجارب ان انتوا توصلوا لاحسن ليف ان مناسب بالنسبه لكم انتوا. عشان كده في الفيديو دوت هقول لكم كل الانواع اللي انا استخدمتها. فهتكلم معاكم دلوقتي عن سوكا اللي هو بالارجان. بصوا انا هقول لكم على حاجه، ده كده هيتصنف تحت تقريبا الحاجه اللي كانت ماي فيفورت الفتره اللي فاتت، وهي الاويلز. خليني اقول لكم ان هو حجمه كبير جدا الصراحه، مش هنكذب، هو تقريبا ربع كيلو 200 وشويه ملي. سعره قليل جدا، كانش بيتعدى 60 جنيه. ترطيبه حلو جدا، كلمه حلو جدا قليله عليه. ريحته جميله جدا، معصور على البارد، كولد بريشرد، ما فيهوش كيميكالز. في كمان فيتامين، المهم ان هو غني بالفيتامين وبالمعادن. اكتر الزيوت اللي لاقى على شعري وشعر ماما وشعر اختي، وهو ده اللي خلاني اقول لكم عليه سعره حجمه، وان هو لاقى على شعري وشعر اختي المختلف عني وشعر ماما مختلف عننا. مشكلتي معاه ان هو مش سريع الامتصاص قوي زي زيت تاني انا كنت بستخدمه قبله، هكلمكم عنه دلوقتي. ده بقى الزيت بتاع اوريفلام اللي كنت بقول لكم عليه انه ما فيهوش غلطه. مشكلتي معاه الوحيده ان هو بعد فتره كبيره يعني من الوقت غلي قوي، غلي ومبقتش عارفه اجيبه. انا بحب اللي هو بالافوكادو، وبحب كمان اللي باللوز الحلو، الاتنين احلى من بعض، مميمين جدا. بصوا انتوا هتحسوا اساسا قوامه قد ايه، هو خفيف قوي، ما فيهوش الوان صناعيه، ما فيهوش اي مشتقات اضافيه، بينفع للجسم بينفع للشعر. ترطيب تحسوا انه بجد زيت بيور سريع الامتصاص، دي الطف حاجه فيه، انا بحبه جدا. ريحته حلوه، مش بيسيب الشعر ليه اي ريحه، بيسيبها ريحته اللي هو بتاعت البني ادم اللي مستحمي كده، اللي هو ريحتكم حلوه يا جماعه. نيجي لتالت نوع اويل. فاكرين في البدايه لما قلت لكم جيبوا الحاجه وجربوها، او لو لقيتوا ان انتم مرتاحين قوي في البرودكت دوت، او ككريم كسيروم كاويل ريبليسمنت، حسيتوا ان انتم مرتاحين، تقدروا بقى تجيبوا الحاجه الفئه الاعلى. ده الزيت اللي انا جبته، وتقدروا ان انتوا تجيبوه اللي هو تقعدوا تجربوا فيه، وبعد ما تجربوه لو حسيتوا ان شعركم مرتاح على الاويل تقدروا ان انتوا تنقلوا لحاجه تانية. ده فيانسي 7 اويل. قوامه برضو بصوا مميمي، بس مش زي بتاع اوريفلام، اتقل شويه، حتى صوته اتقل اويل قوي. فتقدروا طبعا تعتمدوا عليه جدا وتجربوه. لو حسيتوا ان انتوا لايق عليكم، مشكلته ان هو مزيت زياده، يبقى انتوا كده شعركم بيليق عليه الزيوت زيي، تقدروا تعتمدوا على الزيوت. كده خلصنا الاويلز اللي انا استخدمتها از ليفن. والاويلز دي مش بينفع نستخدمها كحمام زيت، فرقوا ما بين الاتنين. الاويلز بتاعت الليف ان بيبقى مكتوب عليها انها سريعه الامتصاص، بتوضع على الشعر مش على الجذور، وبتتحط تتساب على طول. الاويل بتاعت حمام الزيت بيبقى مكتوب عليها انها بتتحط على الفروه، وبتتحط فتره معينه، وبتتشال وبتتغسل، لكن ده ما بيتغسلش، يعني ما بيتغسلش وقتها، بيتغسل بعدها باسبوع لما بتيجي ميعاد الشاور عادي. تعالوا اكلمكم بقى على الكريمز. خلونا نبدا معاكم بالكريم بتاع مينك هير فود مينك اويل. انا حبيت الكريم ده بشكل مش طبيعي، هو اللي بيخلي شعري دايما فلافي في الفيديوز، وبجد هو ما فيهوش مشاكل، يعني عارفين اللي هو ما فيهوش حاجات كتيره. هم 3 أو 4 مكونات: برفيوم، بارافين اويل، ووتر، وستيل الكحول. فهو ما تقولوش بقى ان هو مثلا فيه سيليكون، ده مضر، ده مش عارف ايه. اكتر حاجه بحبها فيه ان هو بجد كريم مش بتاع مشاكل، كريم سعره قليل وكميته حلوه، ما فيهوش سيليكون. بالمناسبه بقى موضوع السيليكون، ففي دكاتره كتير جدا بيقولوا ان السيليكون حلو، وفي دكاتره تانيين بيقولوا لا مش حلو. فانا مش عارفه انا اقف في صف مين الصراحه. ناس بتقول ان السيليكون بيغلف الشعرايه وبيحبسها كده، فده الطبيعي، وده اللي انا اصلا محتاجينه من الليف ان عشان يحميها ضد عوامل البيئه والشمس وكده زي ما قلت لكم. الدكاتره بيقولوا لا هو بيبقى تقيل على الشعرايه والشعرايه ما تستحملوش. خليني اقول لكم عن تجربتي الشخصيه. انا ده سيليكون فري وحلو جدا جدا، كان بيحمي الشعرايه وبيرطبها وبيخليها فلافي، بيديها منظر الاويلي. ومع ذلك زي ما بقول لكم كنت بميكس ما بينه وما بين اويل من الاويلز اللي فاتوا دول. يعني انا الكريم لوحده ما كانش كفايه، كان بحب الكريم وعليه شويه من اي اويل، وده كنت بحط عليه الاويل بتاع فيانسي. كان ارخص كومبو والطف كومبو انا شفته في شعري. بمناسبه ان احنا بنتكلم على الكريمات، خليني اكلمكم عن كريم تري شوب دوت اللي هو الفلاكسيد او بالحبه السوداء. حلو، ما فيهوش اي مشكله، بارابين فري وكل حاجه فيه كويسه. ما عنديش غير مشكله واحده بس، قوامه بالنسبه لي خفيف شويه، كريم خفيف كده شويه، فانا مش بحب الكريمز اللي تكون خفيفه كده، بحب الكريم يكون ماسك نفسه اكتر، او يكون فيه كمان سنه اويل. ده ريحته خطيره، ده ممكن تستخدموه يعني تجيبوه كده وتحطوه على شويه من الميه، عشان بس لما تحسوا ان شعركم ريحته وحشه او ريحته مش عاجباكم ترشوا كده منه شويه. بجد البرفيوم اللي محطوط فيه خطير وريحته تحفه، ريحته تحفه عشان ما تتخضوش. انا بصراحه حبيت فري شوب جدا، حمام الزيت بتاعهم، الشامبو وحمام الكريم، فقلت خلاص اجيب الكريم وبجد عجبني. بس ستيل زي ما بقول لكم شعري مش بيليق عليه. لو انتوا شعركم بيحب الكريمات جربوا ده هيعجبكم.
اتكلمت معاكم عن كل الانواع ما عدا الاويل ريبليسمنت او بديل الزيت، وانا جربت منه حاجتين دول. خلينا اكلمكم عن ده الاول. من اورفلام بالنسبه لي كان غالي شويه بالنسبه لحجمه وبالنسبه للكميه اللي جواه بالنسبه للماده اللي هو بيقدمها، فمش هجيبه تاني. بالنسبه بقى لالو ايفا، فده اللي حصل عليه بروباجندا قوي الفتره اللي فاتت، اللي هو في 2023 تقريبا شهر 5 حصل عليه بروباجندا هو والبلسم بتاعه، فانا جبته وجربته. فخليني اقول لكم ماي اول اونست ريفيو اباوت ات. مبدئيا بجد شكرا لايفا على الاختراع دوت. مشكلتي معاه ان هو ريحته فيها حاجه غريبه كده من بعيد، بس ستيل جامد. اول حاجه جربته مع الكيرلي كان شكله حلو جدا وكان ديفايند وكان بيديله لمعه حلوه وكان ثابت لاطول فتره ممكنه. لما بلف بيه طاقيه لوحده ما كانش الطف حاجه، زي ما بقول لكم كده انا شعري مش بيجي على الكريم، بس انا بستخدمه مستخدمه وراه نقطتين 3 من الزيت ده. كان ميكس رهيب، ميكس جامد. شعري فلافي، في اللمعه بتاعت الزيت اللي انا بحبها بس مش ملبك مش ماسك في بعضه، ريحته حلوه، كان بجد ميكس جامد. انا كمان جربت في الكاتيجوري بتاعه الاويل ريبليسمنت او الليفن كونديشنر وكده، جربت بليس، وبليس كان حلو جدا برده، بس مشكلتي مع انه كان لما بيجي ناحيه الجذور كان بيوقع الشعر. نيجي بعد كده لو انتم من الناس اللي بتحب الكيرلي او بتعمل كيرلي بشكل منتظم، فطبيعي ان انتم تستخدموا ليفن كريم او ليفن كونديشنر او الاويل ريبليسمنت بتاعكم، بتستايلوا بيه، وفي اخر حاجه بتستخدموا جل. افضل جل ممكن تستخدموه في حياتكم، الهولد بتاعه عالي جدا وبيدي تشاين تحفه للشعر. حجمه بصراحه يعني هو 100 مللي بالنسبه لي صغير بالنسبه للانواع التانية، سعره برده غالي شويه، بس نقطه منه بجد هتكفي الشعر كله في اللمعه وفي الثبات وفي كل حاجه. كناس بتحب الكيرلي ان هو يكون مور ديفايند قوي استخدموا دوت. ده جل مخصص للرجال من اورفلام، خطير، تقريبا ده افضل جل انا استخدمته. كده تقريبا كلمتكم عن كل انواع الليفن حتى اللي خلصت والعبوه بتاعتها مش موجوده. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا وفهمتوا يعني ايه ليف ان، واتمنى ان انتوا تبداوا تجربوا لغايه لما توصلوا ليف ان المثالي بالنسبه لكم. اشوفكم فيديو جديد، يا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا. باي باي.